قال قال وعليكم السلام. عليكم السلام. هذه قال ابوي. ها خوش. هذا قال ابوي مريت لي لقيته خطيه قاعد يم العجوز واخذته من عندي. وهذا سلام المخبل شافه. لحظة جيب لي هذا المخبل وقف ويني. بس انت خاف تريد تحكي ويش اسمه. وين هذا السيد. هنا بابا يلا. اجمع هاي شلون تعرف تجمعها. بس كون يجي. اي وينه. هنا سير. ما هو السيد مؤيد ما هو. خلي يولي ما تعديه هسه انا اعترف به هو شنو هو. انا الحمد لله. انت شلونك وضعك امورك. والله اخر الاخبار هي نفس الشيء. نفس الشيء نتمنى لك الخير والصحة والسلامة. بس ذول يا اخوي عندهم امتحانات. لا يا معود العقال اسولف لك سالفة يا محب مرة منهن على عقال. حبيبي. ها. ايه. يا بدي طير. حسين ايش بيه يا حسين. وين يروح وحده. ايه. ابوي الله يحفظ الوالد سلمنا عليه على راسي يسلم لنا سيدنا الغالي بعد روحي اروح لك فدوه. خليه يسمع ابوك هاي السالفه. خليه يسمع ابوك هاي السالفه. ايه. بايام. وعليكم السلام ورحمه الله والاكرام. جزاه الله الف خير سيدنا العزيز. الله يحفظك ويبارك بيك. ابوي اعطونا ساول على كيفكم. ايه. طلعت بعد سقوط الصنم. ولو هو من زمان ساقط. المهم بعد السقوط فتعرف. لا قبل السقوط. انا كنت عسكري. لا بابا ليش شوية. ما يخلوني اكمل. قبل السقوط. فاللي يجي مجاز. يعني يصير احنا عندنا مجتمعنا هنا مجتمع عشائري. يعني الجلسات والمجالس الحسينية مستمرة على قدم وساق. يعني بعد انتهاء 10 محرم تستمر ليلية أو بين ليلة وليلة. فتكون عندنا التسيورة شيء طبيعي. فأنا قلت خلي البس عقالي وأطلع. فلبست عقالي وطلعت بعدني صغير أنا. أكو مكان أظلم. اي. فأنا تصورت شمرني واحد حصوة. قلت هسه هذا من شمرني حصوة بهالليل هذا. والله مشيت شوية خليت ايدي على عقالي. ها. خليت ايدي على عقالي طلع عقالي طايح بالقاع. وانا عبالي واحد شمرني حصوة كان امغل العقالة خلى براسي اخويا وقبل للديوان. سولفت لهم هاي السالفة خربوا من الضحك. قالوا هذا شلون انت معقل هيك وعلي وداعتك وجدك سيد. ها سيد مؤيد اجى. سيد مؤيد. سيد مؤيد. شنو هاي؟ تمسح بيدك. وين سيد مؤيد. سيد مؤيد. عمي انتم اثنينكم سادة بس انا عامي بيناتكم. ما يسمع عساني ما سمع دوم. هو كان ميوت وهسه رفع لي ميوت. الله يسلمكم عمي انا خادم لكم. ها حبيبي. القرص ما اشتغل بابا سيدي عطلان شو اسوي لي. الله يسلمك ويحفظك سيدنا العزيز. بابا ما يشتغل. ها وين راح السيد. سلام ما ادري وين والله ما موجود هنا. بس والله عيب. عيب اقصد الباس اللي انطيناه المايك كنا بعفناه. يلا انا راح اطلع شويه خل اقريهم الجماعه. يلا سيدنا العزيز. مرة خصتك ارجع للباسلي.